لو سألتك ايه الأهم، الموهبة ولا الانضباط؟ يعني لاعب الكرة اللي بيتولد عنده موهبة هو يكسب، ولا اللاعب المنضبط اللي بيحافظ على التمرين كل يوم حتى لو تعبان؟ قبل ما تجاوب خليني اقول لك ان السؤال ده قسم عالم الرياضة لنصين. خلينا في الأول نسأل هو يعني ايه موهبة. لما حد يقول لك ده لعيب موهوب بالفطرة، الموهبة انك تشوف انسان اتولد بحاجة مختلفة عن باقي اللي عنده، تلاقيه اتولد سريع او عنده قوة بدنية، بيقدر ياخد قرارات ذكية بسرعة. الموهبة حاجة بتبان على الانسان في طفولته وبداية سنينه الأولى. في الكورة تحديدا هتشوف فريق من اطفال صغيرين بيلعبوا وسطهم واحد او اتنين يبانوا عاديين بس هم مش عاديين، قادرين ان هم يمسكوا الكوره بسلاسه ويلعبوا لوقت طويل ويمسكوا الكوره ويجروا اسرع من الباقيين، بيعملوا حاجات غريبه بالنسبه للسن بتاعهم. زي ميسي وهو صغير كان قادر ان هو يمسك الكوره بسلاسه ويكون مهاري ويعدي ويسدد، وكل اللي شافه قال عنه موهبه نادره. ونيمار هناك في شوارع البرازيل كان قادر انه يمسك الكوره ويستعرض بيها وما يخافش من حد، كانوا بيسموه جوهره البرازيل. وغيرهم لعيبه كتير. يعني نقدر نقول ان الموهبه بتدخلك اللعبه، بتخلي الناس تشوفك، بتفتح لك باب، لكن الموهبه لوحدها ما تخلكش تكمل. وفي موهوبين كتير الناس تنبأوا لهم بمستقبل كويس ووقعوا ما كملوه.